راجلي في الخدمة كيقولوا له حميدة الستار. هكا باش تيسميوه، ما كيعيطولوش كاع بالاسم ديالو، الاسم ديالو محسن. حميدة الستار مشى، حميدة الستار جا. نعاود لكم القصة ديالي من الأول. أنا سميتي هند، العمر ديالي 26 سنة، تزوجت وأنا صغيرة، تزوجت على سن ديال 19 سنة. داك الإنسان هذاك ما تفاهمناش أنا وياه، ما كاين لا دراري لا والو، يعني دايما أنا وياه في المشاكل، دايما أنا وياه في الخلافات، يعني كيفضل عائلته عليا بزاف د الحوايج اللي ما قدرتش أنا نعيش معاهم يعني فيه، ولا نقول معليش دابا يتبدل مع الوقت. المهم ما قدرتش اني نعيش معاه، قررت اني نطلق. فعلا طلقت الوالدين ديالي، يعني لا الاب ديالي لا الام ديالي لا خوتي، الحمد لله، يعني ناس اللي فاهمين وواعيين وشافوا بان الراحه النفسيه ديالي اهم من كل شيء، وكانوا مسانديني في كل شيء. فعلا طلقت. انا انسانه يعني اللي طموحه وكنبني راسي براسي. فاش طلقت دفعت يعني درت باك حر، وليت عاودت قرايتي من الاول، يعني مهم خديت الباك، يعني خديته بواحد النقطه اللي مزيانه بزاف، يعني وليت عاودت بنيت حياتي. ما بقيتش كنشوف ورائي ولا كنشوف يعني في داك اني انسانه فاشله او انسانه مطلقه او. ولكن هذا كله الدعم كامل كيرجع للاسره ديالي الصغيره، الام ديالي، الاب ديالي، خوتي اللي ما غنساش الفضل ديالهم، اللي هما شجعوني. فعلا كي قلت لكم، يعني المهم مشيت في قرايتي وخدمت في واحد الشركه، تعرفت على الزوج ديالي الثاني. الزوج ديالي محسن، السن ديالو 30 سنة. الصراحة كنقول بأن أنا وياه يعني متقاربين في السن ديالنا، يعني الأفكار ديالنا أنا وياه بجوج بينا، يعني بجوج بينا ناس طموحين، بجوج بينا كنبغيو الخير. المهم يعني بجوج بينا الأفكار ديالنا يعني غاديين مع بعضياتهم. فعلًا تزوجنا وكلشي داز مزيان والحمد لله. ولكن شنو المشكل؟ المشكل اللي راجلي ولا كيعاني منه هو إنه في الخدمة كينعتوه غير بحميدة الستار. علاش؟ حيت خداها وحدة مطلقة. علاش؟ حيت خداها وحدة كتخدم معاه في الشركة. يعني أنا وياه كنخدمو في نفس الشركة، كي قلت لكم تعرفنا يعني في الخدمة. يعني نوبلولا كان كيدواز تيقول معليش، نوبلولا كان كيقول خلي الناس تهضر، ولكن الضغط قوى لدرجة أن يعني صحابو المقربين ولاو كيقولوها له غير بالضحك. وانتم كتعرفوا بعض الخطرات راه حنا كنقولوا شي كلمات في الضحك، يعني كنقول لهم زعما بالضحك، ولكن حنا كنكونوا قاصدين دوك الكلمات، يعني كنكونوا انا بعدا هكا اقتناعي. لان فاش تيجي عندي تيقول لي صاحبي فلان عرفتي شنو قالها، شنو قالوها، شنو قال، وراه قالها غير بالضحك وبقى كيضحك، صراحه كنبقى كندير واحد علامه استفهام كبيره وكنقول علاش تيديروا مع راجلي هكا؟ ياك راجلي مزيان، ياك ما داير لهم واحد والو، ياك الخدمه ديالو هو منضبط فيها، كيخدم كيدير كلشي، وحتى اللي ما كانش كيعرف شي حاجه او باغي شي مساعده كيساعدو. يعني علاش تتعايروا يعني بحياته الشخصيه؟ يتزوج اللي بغا، يتزوج مطلقه، يتزوج ارمله، يتزوج وحده ما عمرها ما تزوجات، هما مالهم؟ المهم صاحبو هذا اللي قلت لكم كيضحك معاه، واحد المره قال له: شو صاحبي نجيك نيشان؟ قال له: واش انت يا حمق؟ قال له: راه كلشي هنا في الشركه كيقولوا عليك حميده الستار. قال له: انت اكيد راك عارفها. قال له: علاش تزوجتيها مطلقه وانت يعني ما عمرك ما تزوجتي؟ قال له: علاش تزوجتيها يعني ارمله؟ انا قلت لكم علاش تزوجتيها مطلقه ويعني انت ما عمرك ما تزوجتي؟ قال له: علاش تزوجتيها مطلقه وانت يعني ألف وحدة تمناك، يعني المنصب ديالك زوين، نتايا زوين، الشخصية ديالك زوينة، كلك زوين. فعلا راجلي زوين، وفعلا راجلي يعني ما كيتعيبش. الصراحة الصراحة أنا باقا كي قلت لكم كنحط 100 علامة استفهام و100 علامة تعجب. كنقول شنو بغاو عندي؟ ياك حتى أنا داخلة سوق راسي، يعني في الخدمة أنا محترمة، ما كنجبد حتى واحد، ما كندير العيب مع حتى واحد. يعني الخدمة ديالي من الخدمة للدار، وراجلي كيشهد على هاد الشي. يعني من الخدمة للدار، أصلًا أنا وياه كي قلت لكم خدمة وحدة، يعني كنكونوا بجوج، كنخرجوا من الدار بجوج، كنمشيو لخدمتنا، كنخدموا خدمتنا وكنرجعوا. كي قلت لكم نوبلولا راجلي المهم حاول إنه هو يعني ما يتصنتش ليهم، يدير راسو تا هو تيضحك، كيقول لهم وشنو فيها، كي حميدة الستار، كي ماشي حميدة الستار الله يجيب ليه الصحة والسلامة. نقولوا لك قلت لكم مهم هكايا كيضحك، ولكن من بعد صافي ما بقاش قادر انه هو يكمل. ولات الحياه ديالنا جحيم. ملي كنجيو للدار داكشي كاع المشاكل ديال الخدمه كنجيبوها معنا، وماشي مشاكل زعما شي حاجه ولا لا، هي هاد النقطه هادي. كيجي عندي كيقول لي: واش انت زعما ما دايره والو؟ كنقول له: كيفاش دايره شي حاجه؟ كيقول لي: علاش تيقولوا لي هاد الكلمه هادي؟ كنقول له: شوف انت اللي عطاهم يعني انت اللي كتعطيهم وقت، انت اللي فارض الشخصيه ديالك، وكنتي فارض الشخصيه ديالك، وكنتي راجل بصح كون راك يعني ما يقولوها لكش. وهنا انا عارفه باني كنقصح معاه الهضره وكنغلط، ولكن انا علاش كنقول له هكا؟ كنقول له هكا لان كنشوفو كيتعذب وكيعذبني حتى انا معاه، لان انا ما درت لا بيدي لا والو. شنو فيها الا تزوجت ويعني ما كتبش اني نكمل وطلقت وليت تزوجت واحد اخر؟ المشكله انا كنت خايفه نوبلولا، كنقول لا عائلته لا الام ديالو لا الاب ديالو لا الخوت ديالو هما اللي غادي يوقفوا لنا، هما اللي نلقاو معاهم المشاكل. الصراحه طلعوا عائله يعني والنعم، اي وحده تمنى عائله بحال هكاياك.
طلع المشكل كامل من صحابو ومن الخدمة. يعني واحد الحاجة اللي كنشوف أنا بعدا، ما عرفتكمش واش كتفقوا معايا والّا لا، أنه هو قادر أنه هو يوقف هاد الشي كامل، قادر أنه يدير واحد الحاجز يقول لهم شوف اللي بغى يهضر معايا سميتي محسن، اللي عيط لي بسميتي غنجاوبو، واللي ما عيطليش بسميتي أو ضحك معايا الضحك الباس هذا عندي موقف واحد آخر. كنشوف بأنه هو اللي يعني ماشي ضعيف الشخصية، ولكن ما عرفتش كيفاش غادي نوصّل ليكم. راه فعلًا كيقول واحد المثل بأن بعض الخطرات يعني ملي كنبقاو كنقولوا ما مستحضراش المثل، ولكن نقول لكم المعنى وإلا عرفتوه كتبوا لي في التعليقات. يعني كيقول بأن قلت لكم البنات ما عرفتش أنا نقول لكم مثل أولا المهم واحد المقولة اللي أنا نقولها لكم، إلا كنتم عارفين مثلًا المثل ولا شي حاجة خليوه لينا في التعليقات. كيقول يعني بأن أحيانًا الهضرة اللي كتسمعها اليوم وغدا وبعدو وبعد بعدو يعني اللي كتبقى تكرر عليك وتكرر عليك في اللاوعي ديالك بحال اللي كتبقى عايش بها ومتيقة. يعني راه الهضرة كضر والهضرة كتقصّح، ويكذب عليكم الكذاب اللي يقول لكم بأن الهضرة ما كضرش. أنا عارفة بأن الزوج ديالي مقصّح، وعارفة بأن الزوج ديالي يعني كيبغيني كيما أنا، كون ما كانش أصلًا كيبغيني ما غاديش يتزوجني، ولكن الهضرة د الناس والهضرة ديال صحابو والمجتمع والخدمة يعني أثرات فيه. ولكن أنا ما درت والو، أنا بغيت غير نعرف، وبغيت هادوك الناس اللي كيبقاو يعايروا يعني الزوجة يعني المرأة المطلقة، أو كيعايروا يعني المرأة اللي كتخرج للخدمة. قولوا لي دابا يعني إلا كانت مرأة مسكينة مثلًا يعني الزوج ديالها يعني طلقات، نقولوا حنا هي طلقات، أولا يعني عندها الأب ديالها وخوتها، يعني كل واحد مشى شاف حياته. شكون اللي غادي يصرف على هاد البنت هادي أو هاد المرأة هادي؟ شكون اللي غادي يقري لها وليداتها؟ شكون اللي غادي يقري لها دوك الدراري؟ شكون اللي غادي يصرف عليهم يعني إلا مرضوا ولا شي حاجة؟ شكون اللي غادي يصرف عليها وعلى وليداتها إلا ما خرجتش هي وعرّات على دراعها وخدمات؟ أنا هنا راه بين قوسين كنقول الخدمة حلال، حلالًا، حلالًا، حلالًا. ما كنقولش هكا ولا هكا ولا، يعني تكون محترمة، مرا محترمة وخدامة خدمة حلال وكتصرف على وليداتها وكتكبّر دوك الوليدات. شنو الضرر؟ علاش كتبقاو تتعايروها؟ بغيت غير نعرف علاش تتعايروا المرأة المطلقة أو المرأة العاملة أو البنت اللي كيكون عندها طموح وكتبغي تقرا وتخدم. قلت لكم البنات راه الهضرة كضر، ويكذب عليكم الكذاب يقول ما كضرش. تسمع الهضرة اليوم تعاود تسمعها غدا، تعاود تسمعو بعدو، عاوتاني بعد بعدو، يعني نفس الهضرة كتعاود راه في اللا شعور ولا إراديًا. يعني حنا كنبقاو ديك الهضرة هاديك بغينا ولا كرهنا بحال اللي كنتيقوها. داكشي علاش أنا عاذرة راجلي وعاذراه بزاف، وعارفة بأنه هو إنسان طيب، وعارفة بأنه هو يعني كيبغيني وكيقدّرني. كون ما كانش هاد الشي كون ما تزوجنيش، ولكن الغالب الله أنا عارفة. ولكن أنا كنلومو على حاجة وحدة، أنه هو ضعيف الشخصية. هو ماشي ضعيف الشخصية يعني ككل، ولكن ضعيف الشخصية في هاد النقطة هادي. كنشوف بأنه هو كون كان كيحدّهم على يعني كيوقفهم على الحد ديالهم فاش تيقولوا له حميدة الستار، كون كان يعني نُبل ولا ما خلاهمش يتماداو في هاد الشي، كون ما وصلش لهاد الشي وكون ما وصلنيش معاه لهاد الشي. المشكلة ديالنا أن حنا عايشين مزيان بخير ضاحكين، حتى جات هاد المشكلة هادي اللي ولات يعني كل نهار تيخصنا ندبسوا عليها. كل نهار تيقول لي صافي ما تبقيش تخدمي جلسي في الدار. كل نهار يعني كنديروا مشكل علاش على الخدمة، وعلاش على هاد قضية حميدة الستار. أنا ما كتعجبنيش هاد الكلمة هادي، وبعض الخطرات كنسمعهم أنا كيقولوها وكنجي نقول له لا علاش صاحبك قال هكا، ولا كيقول لي خليه يدبر راسو، يا كيتضحك معايا أنا ما كيضحكش معاك أنتِ، ولا ما عجبكش الحال جلسي في الدار أنا نتكفل بكلشي. يعني ولات المشاكل ديالنا من هاد النقط هادو. دابا بغيتكم أنكم تقولوا لي دابا واش أنا اللي غلطانة ولا هو اللي غلطان؟ واش زعما شكون اللي مكبّر الموضوع؟ واش أنا اللي كنت كنقول له ديك الهضرة اللي قلت لكم نبلة، ولا اللي قلت له ديك الهضرة؟ أنا عارفة بأن ما كانش خصني نقولها وندمت، ولكن أنا هاداك الشي اللي كنشوفه فعلًا كنشوف بأنه هو ضعيف الشخصية قدّام يعني الناس اللي دايرين به في الخدمة وصحابو، باش خلاهم يتماداو في هاد النقطة هادي. ما عرفتش واش غادي تفهموني، ما عرفتكمش واش غادي تحسوا بيا. ما عرفتش كاين شي وحدين يقولوا لي وصافي هو قال لك جلسي وغادي تكفل بكلشي جلسي، كاين اللي غيقول لي لا كملي في خدمتك ولا وشنو. أنا كنشوف راسي بإني أنا ملي كنخدم يعني كنخرج من داك روتين الدار، كنخرج من داك بزاف د الحوايج، كنعاون راجلي يعني بزاف ديال الحوايج حنا باغيين حنا نحققوهم ونديروهم، يعني كنديروهم بجوج. يعني بزاف ديال الحوايج ماشي نخرج غير هكاك ولا. وزيدون الخدمة كي قلت لكم مع راجلي، يعني من الدار أنا وياه كنخرجوا للخدمة. أنا لابسة يعني كنلبس لباس محترم محتشم، يعني ما فيها والو إني نخدم. علاش كتبقاو تتقولوا له بحال هكا وكتعايروا بحال هكا؟ هذا هو السؤال ديالي ليكم. يعني جبت القصة ديالي ليكم اليوم وجيت نطرح التساؤل هذا باش تجاوبوني. الناس اللي كيقولوا بحال هكا علاش كتقولوا على واحد يعني أنه تزوج إنسانة مطلقة، سواء هو مطلق ولا ماشي مطلق، علاش كتقولوا له حميدة الستار؟ علاش كتقولوا له هاد الكلمة هادي؟ أنا لحد الآن مازال ما فهمتش المعنى ديالها. أنا هي كنسمعهم كيما قلت لكم، أنا هي كنسمعكم يعني الأصدقاء ديال راجلي أولا راجلي ملي كيجي كيعاود لي، ولكن لحد الآن المعنى ديالها مازال ما بغاش يتفهم لي. شنو المعنى ديالها؟ يعني راه الستار هو الله سبحانه وتعالى،
وبزاف ديال الحوايج كتديوهم راه ما شي بعض الخطرات نقول لكم هذه بين قوسين، بعض الخطرات الإنسان تيقول كلمة لا يلقي لها بالًا راه ممكن يأذي شعور إنسان. يعني ممكن أنا مثلًا يعني نكون مثلًا أنا وصاحبتي شفت منها شي تصرُّف ولا شي حاجة مثلًا وقلت لها، نقدر نقولوا يعني وأنا صافي غير قلتو زعما ديك الساعة وغتنساه، ولكن هي تقدر تمشي، تقدر تقلّق، تقدر نهارها يدوز خايب بسبب ديك الكلمة هاذيك وما تنساهاش. يعني اللي بغيت نقول لكم إن حنا نبقاو نراعيو الكلمات اللي كيخرجوا من فمنا، راه الصمتة كدور والأيام كدور، الكلمة اللي قلتها وأذت واحد آخر تيقوني طال الزمان ولا قصر غادي تدور وغادي نسمع نفس الكلمة، إلا ما سمعتش نفس الكلمة غنتأذى نفس الأذى اللي تأذى داك الشخص هذاك بسبب ديك الهضرة اللي قلت له. دابا قولوا لي شنو ندير، شنو الحل في نظركم اللي غادي نديرو باش أن الزوج ديالي ينسى ديك الهضرة، باش أنه هو يكون يعني يحط واحد يعني صافي يحط واحد يعني صافي يكون يعني حاسم اللي ولا قال له ديك الكلمة هاذيك يتصرف معاه شي تصرف، شنو التصرف اللي في نظركم غيتصرفوا معاه باش هكاياك ما يعاود حتى واحد إنه يقول له ديك الكلمة، وباش هكايا نتهناو من هاد الكلمة هادي ونتهناو أنا وراجلي ونعيشوا مزيان.